أكثر أماكن رعبا في أمريكا. في عام 1974 في مدينة صغيرة اسمها إيميتيفيل في نيويورك صارت جريمة تقشعر لها الأبدان. شاب اسمه رونالد ديفيو دخل على عائلته وهم نايمين وقتلهم كلهم ببندقية، أبوه أمه إخوانه وحتى الأطفال منهم. لما سأل ليه سوى كذا قال بصوت بارد أصوات غريبة كانت تأمرني أقتلهم. الناس انصدمت والبيت صار مشهور، بس القصة ما وقفت هنا. بعد سنة جت عائلة جديدة اسمها لوتس واشتروا البيت بسعر رخيص. كانوا يحسبون إنها صفقة عمر، لكن من أول ليلة بدت الأشياء الغريبة. الأبواب تنفتح وتنسد من نفسها، ريحة كريهة تطلع فجأة من ولا مكان. بنتهم الصغيرة كانت تتكلم مع صديقة خيالية اسمها جودي، لكنهم اكتشفوا إن الشكل اللي تصفه كان مرعب، خنزير بعينين حمراء. الأب بدأ يتغير، صار عصبي دائما متوتر وكان يحس إنه أحد يراقبه. بعد 28 يوم بس هربت العائلة من البيت تاركين كل شيء وراهم حتى ملابسهم. ومن يومها صار بيت إيميتيفيل رمز للرعب في أمريكا، وصارت القصة مصدر لأفلام والروايات.